السلام عليكم شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن الات صينيه الكحت والتفريغ بشكل عام. نحفظهم كده بشكل سريع مع بعض. اول حاجه بيكون حاجه اسمها اوفم. دي آلة اسمها اوفم، ممكن اعقم بيها وممكن ايوزد ليها في منطقه البرينيال الخاصه به المريض بتاعي. اسمه اوفم. عندي دي حاجه اسمها معلقه كحت. معلقه كحت. بيكون معايا طبعا جفنة. وبيكون معايا الآلة دي اسمها ساوند، بتبقى مترقمة. بص كده معايا فأرقام هنا ايه الأرقام دي، عشان خاطر وأنا داخل أعرف أحدد العمق بتاعي. اسمها ايه؟ اسمها ساوند. طيب يكون معايا حاجة اسمها جاذب عنق رحم، شبيه الأليس بس واخد كيرف كده من قدام وشارب حبتين. جاذب عنق رحم. يكون معايا كانولا ميتال. دي كانولا ميتال عشان افرغ مثلا اليورين ولا حاجه. ماشي، مش متاحه من ناخد حاجه فولي او قسطره نيلتون عاديه. باكوك عشان لو حبيت اعقم بيه ولا حاجه انا ضايفه في الصينيه عشان اعقم بيه. بيكون معايا طبعا حاجه اسمها سيمز. ده سيمز ريتراكتور عشان اشد واوسع بيه منطقه البرينيه للجراح وهو شغال، اسمه سيمز. بيكون معايا الكاسكو بتاعنا ده فاجينال دايليتيشن، يعني موسع كده الفاجينا، بيخش هنا كده ويوسع. ماشي، منظار مهبلي خلاص، اسمه كاسكو. ماشي. بيكون معايا اخر حاجة الا وهي موسعات عنق الرحم، وبيبدأ مقاساتها من 1.5 لحد 18.5. يعني دي مثلا 1.1.5. طيب عشان بس تبقى فاهمها، هي 2 في بعض. يعني مثلا هنا ده 18، الناحية التانية 18.5، 17.5، وهكذا 16.5. يعني يبقى 2. الجراح يخش يوسع من الناحية دي يقلب على المقاس الأكبر منه وهكذا. ماشي، تبدأ من أول نص لحد 18.5. ده بشكل عام كده صينية الكحت والتفريغ. تاني، موسعات عنق الرحم بتاعتنا، السمز، جاذب عنق رحم، الساوند، معلقة الكحت، الجفنة، كاسكو، الأوفم، الباكوك، والكانولا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. شكرا، السلام عليكم.